الحرب الإقليمية التي يخوضها المغرب ضد الأطراف الخارجية حرب يؤدي يعني خطاب يؤدي فيه الأمانة جلالة الملك ويضع النقط على الحروف. خطاب جلالة الملك خطاب قوي جاء في مرحلة فاصلة وفي مرحلة حاسمة يمر منها المغرب. وهذه الكلمة بالضبط كنا نقولها في جميع المباشرات، أن المغرب يعيش مرحلة حاسمة ويعيش مرحلة فاصلة ويعيش مرحلة كبيرة وكبيرة جدا في إطار التحديات الإقليمية والتحديات اللي واقعة على المستوى العالمي والمستوى الدولي اللي جات حتى في الخطاب الملكي. لذلك كاين مجموعة ديال الأمور اللي خاصنا يعني ردوا لها الانتباه، وكاين مجموعة ديال الرسائل، ولذلك غنناقش الخطاب الملكي، الخطاب والرسائل ما وراء الخطاب، الرسائل الكبيرة والعظيمة. وعاد ندوزو إلى أحداث سبتة التي جاءت في واحد الظروف وواحد الكواليس اللي خاصنا نوضحوها للمشاهد الكريم في هذه الأمسية. لذلك اللي عنده يعني الانشغال او عنده بين قوسين امور اخرى فهذا اللايف راه ماشي ديالو، واللي مهتم بالقضيه الوطنيه ومهتم بالخطاب الملكي ومهتم بامور يعني تحاك ضد الوحده الترابيه وضد القضيه الوطنيه خاص ان يبقى في هذا المباشر، لانه جد مهم حتى يلتقط مجموعه ديال الاشارات والدلالات وحتى يعي ما يحاك في الكواليس ضد المملكه المغربيه. نعم، ما تخافش، ما تقلقش على روحك، احنا عانجيو عنناقشوا الشعب وعنناقشوا الهجره وعنناقشوا كل شيء، ما تخافش. هادو عياشه يعني ابا عن جد، هادو عياشه ابا عن جد، ماشي عياشه ميطاسيون بين قوسين او صحاب البوز وصحاب السرزه. غير يكون هاني الطابور الخامس اللي في التعاليق، وغير يكون هاني العدميين ودعاة السلبيه. عنناقشوا لكم الهجره وعنناقشوا لكم سبته ومليليه وعنناقشوا لكم كل شيء اللي بغيتو يكون غير خاطركم، فهمتي؟ خليك على راحتك وما تقلقش. ما كيدخلوا للسوق كما تيقول المثل الشعبي، كيدخلوا للسوق غير السفنجيه، هما اللي كيدخلوا للسوق. لذلك هون على نفسك وما تقلقش، حنا كنناقشوا جميع المواضيع وجميع الامور، بالعكس كنناقشوها في الاتجاه الصحيح والتاريخ يؤكد ذلك. اذا الخطاب الملكي الذي انصت له جميع دول العالم، لانه ملك وليس رئيس، استرعيها مزيان، لانها ملكيه وليست جمهوريه، والموقع اللي كياخذ المغرب على الصعيد العالمي. اليوم الخطاب الملكي انصتت اليه جميع دول العالم حتى الخطابات السابقه، خاصه المرحله اللي كمر فيها المغرب. كنا على يقين اخي الكريم المواطن المغربي ان الخطاب الملكي انصت له جميع رؤساء الدول والحكومات عربيه وغربيه ومن جميع دول العالم، لانه يخص ليس فقط دوله عاديه، الامه المغربيه اللي كتحتل موقع عالمي كبير، وجاء هذا يؤكد حتى جلاله الملك في الخطاب. لذلك من الطبيعي ومن البديهي أن تنصت جميع دول العالم إلى ما سيأتي به الخطاب الملكي، بمعنى أن قبل أن ينصت المواطن إلى الخطاب الملكي وقبل أن تنصت الأجهزة الاستخباراتية ديال الدول الغربية إلى الخطاب الملكي، كان هناك رؤساء دول وحكومات غربية وكبرى وقيادات دول كبرى تنصت إلى الخطاب الملكي. كيف لا؟ والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في مرحلة الاتفاقيات والمعاهدات مع المغرب اللي كيحتل مراكز متقدمة في النظام العالمي. لذلك يكون على يقين أن الخطاب توبع من قبل جميع الجهات الأمنية والسياسية والاستخباراتية والرئاسية والجمهوريات والملكيات. هذه استطيعها مزيان. إذن فاخترنا كعنوان لهذا الخطاب خطاب الارتياح، يعني الارتياح كلمة جاءت في الخطاب الملكي، وخطاب الثقة، وخطاب التفاؤل كذلك بالمستقبل، وخطاب يضع اللبنات ويضع النقط على الحروف ويؤدي الأمانة. تفاصيل والرسائل الخطاب المزلزل يجب أن نناقشه كلمة بكلمة وجملة بجملة، ثم نمر إلى ما حدث بعد الخطاب فيما يخص أحداث بين قوسين المفبركة أو الأحداث المشروع الخبيث ديال سبتة، الثغور المحتلة في المملكة المغربية والصراع الذي يقع في الكواليس. إذن خطاب الارتياح وخطاب التفاؤل وخطاب الثقة. ابتدأ الخطاب الملكي مباشرة بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش. 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد، وفي عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الخطاب الملكي يا إخوان أولا بداية ينقسم إلى جوج ديال الأقسام.
البداية الخطاب الملكي بداية قوية وبداية فيها رسائل كبيرة للداخل وللخارج. يعني النصف الأول من الخطاب مليء كله بالرسائل وحتى بالأوامر، حتى بالأوامر، لأنها استعملت كلمة يجب. كلمة يجب هي أمر، خاصة المقطع الأول أو الفقرة الأولى من الخطاب الملكي كانت كلها رسائل وكلها عبر وكلها توجيهات، كلها توجيهات. إذا ابتدأ الخطاب الملكي بالحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبه العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش. كلمة الارتياح سطر عليها. كلمة الارتياح بداية تؤكد بأن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك مرتاحة، وأن الشعب يجب أن يكون مرتاحا لمستقبل المغرب وما حققه المغرب وما سيحققه المغرب. إذن خطاب الارتياح، وهذا يؤكد على الطمأنينة وعلى الارتياح ديال الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك. كلمة الارتياح يعني هي أول كلمة قوية بدأ بها الخطاب جلالة الملك، كلمة الارتياح، لأن هناك من يحاول اللعب على مجموعة الأوراق. الدولة المغربية مرتاحة والأمة المغربية مرتاحة وكلنا مرتاحون، هناك حالة الارتياح، وجلالة الملك يؤكد ذلك في أول جملة من الخطاب. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح، ولم يقل كلمة أخرى وهذه مقصودة، والارتياح. نحن مرتاحين كمملكة مغربية من جميع الأمور اللي عتجي في الخطاب. بالاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش. 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، بمعنى أن ما يقوم به جلالة الملك الآن هو القائد ديال الأمة المغربية، وهناك أمانة القيادة، هناك أمانة القيادة، بمعنى أننا في أيادي آمنة، لأن جلالة الملك وأمير المؤمنين والقائد العام للقوات المسلحة الملكية وأعلى هرم في السلطة في البلاد الذي تحت يده كل صغيرة وكبيرة يقول لكم أنه يتحمل الأمانة لقيادة الشعب المغربي، أن الشعب المغربي ومستقبل المغرب هو أمانة في أيادي جلالة الملك، كما كانت أمانة في أيادي الراحل حسن الثاني، كما كانت أمانة في أيادي جميع الملوك المغاربة وفي عهد محمد الخامس، وكذلك ستكون أمانة في عهد ولي العهد القادم مولاي حسن والله يطول في عمر سيدي. إذن أتحمل أمانة قيادتك، أن نحن أمانة في يد جلالة الملك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، لأن التحلي بالقيادة والاستمرار في القيادة هي مسؤولية جسيمة على عاتق أعلى هرم في السلطة هي في الدولة المغربية اللي هو جلالة الملك. وإننا نحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد. هنا في الإطار الديني والحمد لله وحمد الله على النعم وعلى المستقبل المغرب وعلى النجاح في الاشتغال في مستقبل الأمة المغربية. إذن وإننا نحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد، وفي عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك. اسمع شو يقول هنا جلالة الملك، أن جلالة الملك وفقه الله سبحانه وتعالى في العمل من أجل تحقيق التطلعات، بمعنى أن جلالة الملك هنا يشتغل من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي فقط، وهذه رسالة جد مهمة افتتح بها جلالة الملك. إذن من الارتياح بالاشتغال وتحقيق الإنجازات إلى تأكيد على أن جلالة الملك يشتغل من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي، ما كيشتغلش من أجل مثل الحزب السياسي، من أجل تطلعات الحزب أو من أجل مركز ديال الحزب أو كي يتخذ الحزب واحد المكانة. هذا ليس بحزب وليس برئيس جمهورية يبحث عن كرسي من أجل الاستمرار في الحكم، إنه ملك ابن ملك، لذلك لا يشتغل من أجل سلطة ولا منصب ولا هم يحزنون، بل يشتغل من أجل التحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك. إذن جلالة الملك يشتغل ويؤكد أنه هنا إلى آخر ساعة من أجل الاشتغال في أجل التطلعات والتجاوب مع الشعب المغربي، مصداقا لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه أول جملة أو أول فقرة في الخطاب الملكي اللي خصنا نوقفوا عليها.
والخطاب الملكي يجب أن نقف عليه جملة بجملة وكلمة بكلمة، لأنه ليس بكلام عادي، لأنه كلام الملوك، وفيه رسائل عميقة، وفيه رسائل كبيرة، وفيه رسائل شاملة للسياسيين وللداخل وللخارج وللأعداء وللخصوم. هذا ما يهم الخطاب الملكي. لذلك الخطابات الملكية تحلل وتناقش كلمة بكلمة، والخطابات الملكية تكون شاملة، خاصة خطاب عيد العرش الذي يؤكد على المنهج وعلى التوجه ديال العام ديال الدولة وعلى الرسائل الكبيرة اللي كتوجه في الداخل والخارج. ويضيف جلالة الملك، وهنا خصنا نوقفوا مزيان الفقرة الثانية. إذا الفقرة الأولى الفقرة جد قوية، ثم جاءت الفقرة الثانية أقوى من الفقرة الأولى بمثابة صاروخ أرض جو للداخل وللخارج وللأعداء. واسمع وخذها من عندك. هنا القصف بالثقيل: كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري والدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الكريم. اسمع هذه الجملة مزيان ووقف عليها. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري والدولي. أولا الرسالة موجهة إلى الداخل كذلك، ومفادها أن جلالة الملك لا يبحث عن مجد ولا يبحث عن بطولة. الجمهوريات البائدة والرؤساء هما اللي كيقلبوا على المجد من أجل ولاية ثانية وثالثة. الأحزاب اللي كتقلب على البطولة وعلى المجد. هذا ملك ابن ملك. الملك هنا يشتغل ولا يبحث عن مجد، بل يشتغل للشعب المغربي وللأمة المغربية. ورسالة حتى إلى الداخل وإلى الأحزاب وإلى حتى أعداء الملكية في المغرب وأعداء الملكية خارج المغرب والطابور الخامس، على أن جلالة الملك لا يشتغل من أجل مجد أو منافسة أبدا، فهو في غنى عنها. هو يشتغل من أجل الشعب المغربي ومن أجل التطلعات والتجاوب مع الشعب المغربي. ويضيف جلالة الملك: وكما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري والدولي، أن هذا الاشتغال الذي يقوم به جلالة الملك، وهذه رسالة موجهة حتى للدول في الخارج، أن ما يقوم به جلالة الملك من الحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي والأمة المغربية والالتزام بالمصالح العليا للوطن والوقوف في عاصفة المعاهدات والاتفاقيات الكبرى وحصد المكانة الكبرى ديال المغرب في مصاف الدول الكبرى، وعدم اتخاذ المغرب حديقة خلفية مثل بعض الدول التي تمكنوا منها وأخذوها حدائق خلفية. هنا جلالة الملك يوجه رسالة حتى للخارج وللدول والأعداء والخصوم، ويقول لهم بالحرف: لا أبحث عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري والدولي. هادشي اللي كنديرو مع أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي ومع الروس ومع الصين. لا نبحث عن الاعتراف يجي يعترف بنا شي واحد أننا قوة دولية وأننا قوة على المستوى القاري وأننا دولة عظيمة في العلاقات الدولية. لا نحتاج إلى اعتراف. نحن نشتغل هنا من أجل الأمة المغربية والشعب المغربي، ولا نبحث عن بطولات ولا نبحث عن مجد. هنا صاحب الجلالة يقصف بالثقيل: لا أبحث لا على مجد ولا على بطولة ولا على اعتراف دولي ريادي أو قاري على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. ويؤكد: بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الكريم. هنا يؤكد جلالة الملك أنه يشتغل من أجل الأمة المغربية، ويؤكد أنه لا يبحث عن مجد ولا يبحث عن بطولة ولا على منصب ولا على دور الاعتراف بدور ريادي أو مجد أو إشهار أو بطولات بل جلالة الملك يشتغل من أجل المصالح العليا للشعب المغربي. وهنا الفرق بين الملكيات وبين الجمهوريات البائدة. هنا الفرق بين الملكيات والأنظمة الغير الشرعية. هنا الفرق بين الملكيات وبين أعداء الملكيات. هنا الفرق بين الملكية التي تبني وتطمح إلى المستقبل وبين الجمهوريات البائدة التي تبحث عن الكرسي وعلى السيادة وعلى الحكم وعلى قبضة ديال الدبابة وعلى كرسي بين قوسين كرسي الابتزاز وكرسي القمع.
واليوم يضيف جلالة الملك: واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا. هنا يجي جلالة الملك وسيعطي الحصيلة ويؤكد الإنجازات، وهنا عتبقى الضربات هابطة على أعداء المغرب في الخطاب الملكي وعلى الطابور الخامس وعلى الخونة وأعداء الملكية، خاصة أن جلالة الملك هنا سيمر إلى إحصاء المنجزات والإنجازات. يقول كذلك جلالة الملك: واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، بمعنى أن ما حققه جلالة الملك لم يحققه جلالة الملك، يقول لك حققناه سويا الشعب والعرش، ما حققناه سويا ولم يسمي، ما حققناه سويا. جلالة الملك لا يبحث عن بطولة، ويؤكد على أن كل ما حققناه سويا الشعب والعرش. ولهذا تجد المغاربة دائما ملتزمين بالبيعة وبإمارة المؤمنين، وتجد المغاربة يختلفون في كل شيء ولا يختلفون في شيء واحد وهو الملكية. وهذه هي العقدة التي أصابت السعار طابور الخامس وأعداء الملكية في الخارج، هي أن المسيرة التنموية ديال المغرب بقيادة جلالة الملك والشعب المغربي. وهنا يؤكدها جلالة الملك: واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. هنا يؤكد جلالة الملك على المكاسب المحققة، على أن المغرب حقق مكاسب، بمعنى رفعت الأقلام. يستحيل على أي جهاز ويستحيل على أي تيار، كما يقول جلالة الملك بالحقيقة وبالواقع، أن يفند أو يكذب المكاسب التي حققها المغرب. المكاسب التي حققها المغرب اليوم هي حقيقة وواقع، رغم محاولات التشويش. لا يستطيع أحد لا في الداخل ولا في الخارج أن يشوش على الشعب المغربي وعلى المكاسب المحققة من قبل الدولة المغربية وجلالة الملك، لأنها مكاسب حقيقية ومكاسب واقعية ومكاسب. موديراتور فيقوا معنا في التعليق. للأسف كتشوف حسابات وتعليق تكرر، ولموديراتور ما حاضرينش هنا ما كيزولوش السيلو، سولوا لنا السيلو للمجموعة ديال التعليق. وهنا جلالة الملك يؤكد أن جميع المكاسب المحققة حققت سويا مع الشعب المغربي، ويؤكد على التفاؤل بالمستقبل، بمعنى أن قطار المغرب غادي بسرعة قصوى لا يمكن إيقافه، غير كتضيع وقتك، لا يمكن إيقاف المغرب. هناك مكاسب محققة يقول جلالة الملك، وهناك تفاؤل بالمستقبل، وهناك مشروع كبير يتم الاشتغال عليه. لذلك جلالة الملك يعترف بالمكاسب المحققة، ولا يستطيع أحد إنكار المكاسب المحققة. ويضيف جلالة الملك: إن الأمر لا يتعلق بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. يؤكد هنا الملك بعظمته أن الأمر لا يتعلق فقط بالرضا عن الذات، يعني أن لسنا هنا من أجل أن نرضى على ذاتنا هل اشتغلنا أم لم نشتغل، بل هناك شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، الثقة التامة والطمأنينة التامة. وهذا الثقة والطمأنينة تعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. يعني الثقة ديال الدولة المغربية والثقة جلالة الملك والثقة ديال الشعب المغربي فيما يحققه المغرب كتعطينا الحافز على مواصلة الجهود. وهذا يؤكد على أن هناك في اتجاه معاكس، على أن هناك من يحاول إحباط الشعب المغربي، وأن هناك من يحاول ضرب الثقة في المغاربة، وأن هناك من يحاول ضرب الثقة والمصداقية ديال المغاربة وديال الشعب المغربي، وتشكيك المغاربة في ملكهم وفي الإنجازات المحققة. فيؤكد جلالة الملك على الثقة والطمأنينة اللي هي حافز قوي على مواصلة الجهود. ثم يضيف جلالة الملك، أعطونا الإخوان شوية ديال البارتاج. ثم يضيف جلالة الملك: فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل تمر التوجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل. اسمع هذه الجملة العظيمة، شحال فيها هذه الرسائل، أن كل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة. هذه المشاريع وهذه الاستثمارات وهذا المشروع الكبير للمغرب الصاعد وهذا التقدم ديال المغرب اللي أصبح مفخرة أمام الدول الكبرى وهذه المكانة المغرب في العالم لم تأتي وليد الصدفة يا حبيبي، ما جاتش وليد الصدفة.
ما جاش بين عشية وضحاها، ما جاش عن طريق حكومة هذه أو حكومة هذه أو غير صدفة أو لا لا لا، بل تمر يجيب جلالة الملك، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح، أن هناك توجه واشتغال ومشروع كبير منذ القديم ينبني على توجه استراتيجي واضح، بمعنى أن هناك مشروع كبير وتوجه استراتيجي. فاش كنقولوا توجه استراتيجي يعني الاشتغال سنين وسنين، ماشي في فترة أو حقبة زمنية أو سنة أو سنتين، ولكن توجه استراتيجي واضح وبعيد وطويل المدى. ومذهب في الحكم، يعني هذا التوجه وهذه الحصيلة هي أصلا المذهب في الحكم الملكي، بمعنى أن الحكم الملكي يعتمد على العبثية ولا ينتظر الصدفة ولا ينتظر الهدايا ولا ينتظر محاسن الصدف، بل الحكم الملكي في مذهبه، المذهب ديال الحكم الملكي يقوم على هذه التوجهات الاستراتيجية. ولهذا كنقول لكم دائما تحارب الملكية، لأن عندها توجه بعيد المدى، بعيد المدى. التخطيط نعم والاستشراف عندنا توجه بعيد المدى. إذن يقول جلالة الملك أن كل ما تحقق لم يأتي ولم يكن وليد الصدفة. هناك من يحاول أن يشكك في المغرب ويقول وليد صدفة والمغرب طلعت المغرب، ما كاين لا صدفة ولا هم يحزنون، وما كاين لا حكومة ولا أحزاب ولا اشتغال، هو ثمرة توجه استراتيجي واشتغال واضح، يعني بعيد المدى لسنين، استراتيجية الدولة واستراتيجية الملك. ومذهب، هذه الجملة هي اللي الثقيلة، ومذهب في الحكم، ومذهب في الحكم يعني أن الحكم العلوي، واش تحارب الدولة العلوية؟ الحكم العلوي ينبني على توجه وعلى استراتيجية وعلى نظرة السباقية وضربات السباقية، وهي عتجي في تفاصيل الخطاب في المنتصف الثاني. ثمرة المجهودات نعم، وأنه مذهب في الحكم يقوم، المذهب ديال الحكم العلوي يقوم على المبادرة، إطلاق المبادرات، على المبادرة. وللأسف كنشوفوا الملكية تطلق المبادرات والأحزاب نفسها ما كتطلقش المبادرات. يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء، يعني أن هذا التوجه الاستراتيجي وهذا المذهب ماشي كنحطوا مشروع أو استراتيجية وكنتبعوها، يكون عن طريق المبادرة، إطلاق مبادرات، وعن طريق الاشتغال والمتابعة الدقيقة، بمعنى أن جلالة الملك لا يخفى عليه لا صغيرة ولا كبيرة، غير كتخربق وكتضيع وقتك، لا تخفى عليه لا صغيرة ولا كبيرة، عن طريق المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء. حتى فاش كيكون الخلل كنمشيو كنقلبوا على الخلل وكنديروا النقد البناء أن هناك خلل وهناك انعدام حسن التسيير في واحد الاتجاه، خاصنا نمشيو نشوفوه من المسؤول عنه. دائما خاصنا واحد النغيظ بهذه الدرجة، نغزو بعض الأحزاب، نغزو بعض التوجهات، بعض الناس اللي كتحاول تعرقل المشاريع الكبرى والمصالح العليا ديال البلاد. إذن ويضيف جلالة الملك والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية، وروح إيجابية. هو جا السينيال عطيونا إخوان البارطاج. ما تقلقوش، حنا غندوزو لكم السبتة، صحاب الهجرة وصحاب البكائيات وصحاب دعاة السلبية، غندوزو لكم دابا السبتة، غير ما تقلقوش. يلا ضغطوا معنا على الشاشة وغندوزو لكم السبتة وغنناقشوا السبتة. ها هي السبتة باش ما تثقش، باش تثق عفوا. هي السبتة كاينة في الموضوع، مش بتحبش حنا كنتهربوا ولا بالعكس. السبتة بالعكس خصنا نوعيو فيها المغاربة وخصنا نوري فيها مجموعة عمرها، هو الموضوع ديال السبتة دابا غندخلوا له، فهمتي؟ يعني ما تبقايش تعاودها في التعاليق وما تقلقش على روحك، غير ما تقلقش بشويه عليك، وغنوضحوا لك امور اللي انت ما عارفهاش كاع، لانك انت غير قاطع، غير تابع، انت من الناس ديال الدعاة السلبيه والعدميه اللي كتكلم عليهم جلاله الملك، باش نكونوا واضحين. ويضيف جلاله الملك والتطلع الى المستقبل بكل عزم وروح ايجابيه. الروح ايجابيه يعني هنا جلاله الملك يقصف دعاة السلبيه والعدميه، وان هناك ناس غير الكيان ديال الكبرانات عنده القهويين وكل شيء قهوي، وحنا عندنا واحد دعاة سلبيه كيبان لهم كل شيء اسود. وهناك جهات يحاولون ترويج خطاب العدميه ودعاة السلبيه، وهناك جهات تحاول تشكيك المغاربه في قوتهم وفي مسار بلدهم، وان هناك دعاة سلبيه يحاولون اللعب بمخيله وعقليه الشعب المغربي والاستحمار، اشاعات وخطابات يعني وإدخال الإحباط في المغاربة، ومنهم مجموعة الخطابات: البلاد ما عطاتنيش، البلاد ما فيها والو،
اش غنديروا في هذه البلاد، اش مجموعه الامور ومجموعه الخطابات. يسقط التطبيع خيانه، البلاد تباعات، خطابات ما عندهاش اساس من الصحه، اتهامات كاذبه، مغالطات، خطابات واتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي، طابور خامس، جهات خارجيه، فرنسا، اسبانيا، قطر، ايران، يعني دعاة العدميه في الداخل وفي الخارج. هنا يؤكد جلالة الملك في بداية على أنه خطاب الارتياح والثقة والتفاؤل والقوة، ويؤكد على روح الإيجابية والخطاب الإيجابي. وهذا ما تفعله مغاربة الحدود الترابية في جميع المباشرات. الخطاب الإيجابي، إدخال الخطاب الإيجابي وتنوير العقول والتوضيح. وللأسف الأحزاب لا تقوم بهذا الدور. لا يوجد أحد يوعي المغاربة بالخطاب الإيجابي، وما كيوصلوا لهمش مجموعة الأمور اللي كاينة. لذلك لا توجد واحد الخطاب الإيجابي فينتشر الخطاب السلبي، والخطاب السلبي يؤثر على الخطاب الإيجابي. دعاة السلبية ودعاة العدمية ينشروا الخطاب الشعبوي، كينشروا لنا أمور خطيرة. وهذا ما وقع في جيل زيد، جينيراسيون زيد بين قوسين، المؤامرة التي حكت على المغرب. وهذا ما تم كذلك في مؤامرة يسقط، تطبيع خيانة ومجموعة الأمور. وهذا ما ورد في أصحاب خوا والطابور الخامس، كلهم خطابات ديال دعاة السلبية والعدمية. فيؤكد جلالة الملك على الروح الإيجابية. يعني هناك من يحاول نشر الخطاب العدمي والخطاب السلبي حتى لا تصل الرسائل القوية ديال المغرب الصاعد الذي يعترف به جميع الدول والأمم والشعوب العربية وغير العربية. هناك من يحاول نشر الإحباط والخطاب العدمي باش ما تشوفش انت الإيجابي. هناك من يحاول الإحباط ديال عقليات الشباب باش يركب على العقول ديالهم ويجعلهم قنابل موقوتة. وهناك لوبيات تشتغل إلى ضرب الطرح الإيجابي والطرح ديال الإنجازات والمشاريع الملكية. وهنا تتدخل جميع اللوبيات التي تستهدف الملكية والدولة العلوية والأمة المغربية. هنا المسؤولية مترابطة ومتشابكة، هنا الأمور كلها مرتبطة. إذا باش نكونوا واضحين في هذا الباب، روح الإيجابية، وهذا ما نقوم نحن به كمغاربة الحدود الترابية. انشروا خطاب الإيجابية بين المغاربة، لأن هناك نية مبيتة من البعض أن ينشر خطاب السلبية وأن يصور المغرب وكأنه الجزائر أو وكأنه قندهار أو وكأنه طالبان، بينما أنه بين مصاف الدول الكبرى، بين مصاف الدول الكبرى، وغادي في الطريق الصاعد، المغرب الصاعد. لذلك ما نكونوش أغبياء، لأن هناك من يريد الإطاحة بالمغرب في هذه المرحلة. وراه يأكدها جلالة الملك إذا استمرتوا بالخطاب وعاد تسمعوها، المرحلة الحاسمة أو المرحلة الفاصلة. لذلك خصكم تكونوا على بال، وخصكم تكونوا حذرين من الخطاب الإيجابي والركوب على الموجة. هناك أحداث مصطنعة، هناك أحداث موجهة من الداخل والخارج، وهناك محاولة البراد فير اللي يديرها على المغرب، لأنه يعيش في مرحلة كبيرة ومرحلة حساسة اللي نناقشوها في إحداث سبتة وما يقع كذلك في الشطر الثاني من المباشر. إذن يؤكد جلالة الملك على روح الإيجابية ونشر الخطاب الإيجابي. شعبي العزيز، اسمع شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطاب اليأس والإحباط. هنا جلالة الملك يعطي أمرا، يأمرك أيها العدمي، يأمرك أيها المواطن المغيب، يأمرك أيها الغبي، ورغم ذلك يناديك بشعبي العزيز. ما جاش قال لك الحمار بحال اللي كيقول لك حزب الندالة والتعمية، ما جاش قال لك التماسيح، ما جاش وبدا قال لك المتصهين ولا المتأسلم ولا بدا يضرب في الشعب المغربي. شوف طريقة تعامل الأحزاب مع المواطن وكيف يخاطب جلالة الملك المواطن باش تعرف القوة العلاقة بين الشعب والعرش. يقول جلالة الملك شعبي العزيز، وواحد اخر كيقول لك الحمار المسخ. شوف كيفاش الاحزاب السياسيه كيفاش كتخاطبكم. جلالة الملك يقول الشعبي العزيز، الشعبي العزيز كيوزع لك رساله وبكل ادب وبكل معزه. الشعبي العزيز لانه هنا من اجل خدمتك، راه قالها في بدايه الخطاب، الامانه والمسؤوليه، وهنا من اجل التجاوب على التطلعات والمستقبل للامه المغربيه. يقول جلالة الملك شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة. وفهم انت راك ما عارف والو، غير مواطن. الدولة اللي عارفة ما يحاك على المغرب في الخارج والداخل أمور كبيرة، وصح الواضحات من المفضحات، واللي يبقى في السبتة هنا جايك خير مثال. إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي. هادشي كتحقق مرحلة فاصلة.
جمع راسك وما تخليش من يدخل لك الصهد والبرد بهذه العباره. مرحله فاصله. والمرحله الفاصله قلنا حتى حنا في جميع المباشرات كتكون المغرب اكثر عرضه للتهجم. فاش كتكون دخلتي لواحد المرحله فاصله كتكون مستهدف من جميع الامور. ولهذا قلنا لكم ما تستغربوش راه جايه ضربات قويه على المغرب وجايه اساليب وجايه مجموعه الامور. وراه وقعت امور غير البارح حنا جايين ليها وغنناقشوها وراسنا مرفوع وكنفتخروا. قلنا لكم اننا نعيش اليوم مرحله فاصله في المسار التنموي ببلادنا. المرحله الفاصله اللي كتعيشها اي دوله وخاصه ليطا ناسيون الدوله الامه كتكون موجهه لجميع الاصبع وجميع الاسهم او السهام. كتكون موجهه لتلك الدوله لان دخلت مرحله حاسمه وفاصله. وخير دليل ما يقع في المغرب من تحولات استراتيجيه على المحيط الدولي فيجب الاطاحه بهذه الدوله قبل ان تمر الى بر الامان لانك في مرحله حاسمه ومرحله فاصله. وراه قلنا لكم من 2026 ل 2034 هي اصعب مرحله عند المغرب لان هي المرحله ديال تنزيل المشاريع الكبرى. ومع تنزيل المشاريع الكبرى كيكون ترتفع درجه الاستهداف. مع تنزيل المشاريع الكبرى كيكونوا دول كتحرق شعل فيها العافيه وكتكون دول تخطط وتكون تيارات ولوبيات تريد الإطاحة بالمشروع الملكي الكبير من الداخل ومن الخارج. ويكون السعار في مراكز اتخاذ القرار ويكون السعار في دول أجنبية وقوى عظمى لأنك دخلت المرحلة الحاسمة وليتي كتلعب في أمور كبيرة. الأمونياك أخبارك الصحراء المعادن النادرة مصادر الطاقة أمور استراتيجية ما يقع في مضيق هرمز وهادشي اللي جاي للمغرب أمور كبيرة. دخلتي كتلعب مع الكبار وما قدروش يتفاوضوا معك. دخلتي لمرحله حاسمه غيبغيو يطيحوك. الدوله حاضيه المغرب واقف وانت فين كما كيقولوا المصريين وانت فين ايها المواطن المغربي اللي متبع ليا الخطاب العدمي والخطاب السلبي. وانت عارف ما يقع في العالم والتوجه اللي غادي ضد المغرب بين قوسين. شعبي العزيز إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا. شنو هو الحل؟ حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطاب اليأس والإحباط. هنا جلالة الملك يعطي أمرا يأمرك وإذا كانت في عنقك بيعة صحيحة وليست بيعة منافقة مثل البعض الضبابيين والخونة والطابور الخامس والمتكالبين على الوطن. لو كانت في عنقك بيعة صحيحة يجب أن تلبي الأمر لأنه ولي الأمر. يجب أمر وليس بمناشدة. باش قلت لكم خطاب قوي أمر وليس مناشدة وليس دعوة إلى بل أمر يجب. كتفهم اللغة العربية ولا كتفهمش؟ راه مالك يختار المصطلحات. شعبي العزيز يجب حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. هنا كيذكرك جلالة الملك باللي أنهم راهم بغاو يجمعوا لك رجليك بجينيراسيون زاد وفي الأول تبعتيهم أيها القطيع من العدميين والضبابيين وفي الآخر شتي السكنات العسكرية شعل فيها العافية وأنه مخطط أجنبي جاي من كندا وجاي من قطر وجاي من إيران وجاي من إيلون ماسك فضح كل شيء والبيانات والطابور الخامس والخونة وكتبوا لك مطالب اجتماعية والصحة والتعليم والهشاشة وانت تبعهم بحال القطيع. في الاخر صدق مخطط ديال العلمانيين والاخوانجيين والشركه الملحدون مع المتاسلمون مع الخونه والحسابات في الخارج ودول تدعم. سيروا طيحوا المغرب وخرجوا له القاصرين والشباب وضربوه بالشباب ديالو ويتحرق المغرب من الداخل. هنا جلالة الملك كيذكرك الا كنتي في المستوى للاسف هناك البعض ليس في المستوى ودون المستوى. من الاخر اللهم قاصح ولا كذاب. يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطاب اليأس والإحباط. الدولة كتبني في المستشفيات والمعاهد الكبرى والمستشفيات الكبيرة وارتفع عدد المستشفيات في المغرب. واحد جاي كيقول له الصحة والتعليم والهشاشة زيد تبعني يلا نحرقوا يلا نديروا يلا مطالب اجتماعية. والدولة واضعة برنامج وخدامة. علاش؟ لأن التوعية ما كاينش اللي كيوعي
وكينشروا خطاب اليأس والإحباط، وللأسف كيحاولوا يضيعوا المكتسبات والإنجازات اللي غادية فيها البلاد. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز. اسمع شنو يقول جلالة الملك هنا، وكيعطيك الرسائل وكيوضح لك إلا كنتي أهل ديال الكبيرة. اسمع أبو راس، اسمع أبو راس، خلي راسك مربع. اسمع المغاربة الوطنيين الحمد لله هما حاضرين وكلشي راه حاضر. اسمع اللي كتصنت من برا خارج اللايف، واسمع اللي كتسجل، واسمع بعض القطيع وبعض الدعاة السلبيه والعدميه اللي غير غادي يحلل اللايفات، والبلاد ما عطاتناش وما فيهاش، وخدامين وتابعين التوجه الاسباني والفرنسي، وخدامين كيشرشموا يدقدقوا في البلاد وما عارفينش الامور فين غاديه. ان اكثر ما يبعث الفخر والاعتزاز هو ما ينعم به المغرب من امن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدوله من نجاعه وفعاليه. ان النعمه ديال هذا البلد والنعمة أيها المواطن المغربي هو الأمن والاستقرار. وهذه رسالة كيعطيها لك جلالة الملك اللي أنت ما فاهمهاش، أن هناك دول تبحث عن الأمن والاستقرار، أنك كتشوف العالم اللي مع جنبك اش واقع فيه، أن العالم كله غير مستقر، أن العالم كله حروب، أن العالم أنظمة كلها طاحت، أن العالم كيتعاود رأسا على عقب، كيتعاود من جديد، النظام العالمي كله كيتعاود، أن هناك غياب الأمن والاستقرار في جميع الدول، والدول البترولية والخليجية ومضيق هرمز ومنفعهم لا مصادر طاقة ولا هم يحزنون. غياب الأمن وغياب الاستقرار، الناس ما عندهمش الأمن والاستقرار، العالم كله متقلب، العالم كله ضربه جايحة، بهذه العبارة جايحة كحلة، والكل يؤكد على أن المغرب البلد الآمن والمستقر، وهذا ما يشكل عقدة عند الغرب وعقدة عند مجموعة ديال الدول، لأن لا يوجد تقدم بدون أمن، ولا يوجد طموح بدون أمن، ولا يوجد مستقبل بدون أمن واستقرار. وكن على يقين اللي كطالب بالشغل والصحة والتعليم، لا توجد صحة ولا يوجد تعليم ولا توجد مشاريع ولا توجد استثمارات بدون أمن واستقرار. والله ما عندك الامن والاستقرار لا جاك شركه ولا استثمار، درهم واحد الله لا دخلك، والدرهم اللي عندك يمشي لك. الا ما كانش الامن والاستقرار حتى الشركه باش توصل لها من دارك ما تقدرش توصل ليها، حتى الشركه، حتى البنكه باش توصل لها دير باش تشري ما تقدرش تخرج للبنكه، من باب دارك يطيروك. هذا من الاخر نعمه الامن والاستقرار. وهنا يؤكد جلاله الملك ان في حد ذاته الامن والاستقرار هو نعمه، وهو الركيزه ديال المغرب اللي كيعتمد عليها. وهناك البعض ما قدرهاش، هناك البعض غير عايش في الامان الحمد لله في المغرب، سحاب له راه هانيه والسما صافيه، والامن والاستقرار مساله عاديه كاينه في جميع الدول. خرج لي يماك سير الجزائر ولا سير لمصر ولا سير لمضيق هرمز ولا سير لدول الخليجيه ولا سير لدول عربيه ولا سير لتونس ولا سير لفنزويلا ولا سير لاي دول، شوف اش واقع، ولا هبط لافريقيا ولا هبط لدول الساحل ولا سير غير الدول حدانا في شمال افريقيا، وتما عاد تعرف النعمه المغرب والنعمه الامن والاستقرار. شي وحدين مشاو في المطار غير اسبانيا شدوهم دقدقوهم، شي وحدين مشاو غير لمصر شدوهم السيسي في المطار حيدوهم حوايجهم وقلبوهم بهدلوهم المغاربه وصيفطوهم كيبكيو للمغرب، حتى قافلات الصمود والشعارات، وانت في المغرب كتقيل تخرج وتغوت وتحلق في الرايات وتا واحد ما دوا معاك. نعمه الامن والاستقرار، البلد الامن والحريه والديمقراطيه وحريه التعبير. لكن للاسف هناك البعض لا يقدر نعمه الامن والاستقرار، هناك البعض تعود على ما يقع بين قوسين في بعض الجمهوريات، العصا والقمع، وما تقدرش تدوي ولا خرجين ينزلوا يماك السيمي والعصا وما كاين لا مسيره ولا فلسطين ظالمه ومظلمه ولا يحزنون، رجع يماك دخلوا للدار. لكن حنا لا، حنا الامن والاستقرار، وخروج وغوات وكتاب ودير صحافه وجيب خونه وناقاش وحل يوتيوب ما يدير معاك حتى واحد، حتى كتعيق عاد كيعيطوا لك سين واجم وسير بحالك، نعرفوك شكون انت، باش الا كنتي مع شي خليه نجيو عندك ندقوا عليك وانتهى الامر. كاين شي واحد ما كيقدرش هذا الامن والاستقرار، الامن والاستقرار اللي كيجيب المشاريع، اللي كيجيب التنميه، اللي كيجيب جميع الامور، الامن والاستقرار اللي كيخليك تدخل وتخرج من بلادك امنا سالما معافى، الامن والاستقرار اللي كيخليك تخرج انت ومراتك والابن ديالك وبنتك. اللهم كان الامن تيطيروا لك بنتك ابو شلاغه ملي جالس معايا هنا داير فيها عنتر بن شداد وداير فيها الفقر والعشاشه وباغي تبين كل شيء قهوي. لو لم يكن الامن والاستقرار والله لا قدرتي تحمي الزوجه ديالك والاسره ديالك، والله تيطيروك انت وياها من باب الدار. ورحنا مغاربه وكنعرفوا شرح الواضحات من المفضحات باش نكونوا واضحين. وان اكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو ما ينعم به المغرب من امن واستقرار،
وما يتميز به عمل المؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية. يعني أن الركيزة ديالنا والكنز ديالنا هو الأمن والاستقرار والاشتغال ديال مؤسسات الدولة. يعني أن الدولة تشتغل وفق المؤسسات، لذلك وجب احترام المؤسسات. وهناك دول ما عندهاش مؤسسات غير السمية، حنا عندنا مؤسسات. وعاد تقول لي ما كايناش، هو جلالة الملك غادي يجاوبك غير اسمع وخلي ودنيك مزيان وجبد وديناتك، لأن البعض ودنيه عامرة بالوسخ. سير غسل ودنيك وجي اسمع ونقي ودنيك مزيان باش تفهم الرسالة. أدعاء السلبية والعدمية، لأن جلالة الملك هو يجي ويجاوبك هنا على المؤسسات. بعمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، أن هذا الشيء مشروع استراتيجي يقوم به جلالة الملك والمؤسسات ديال الدولة. بلد المؤسسات اللي فارضة نفسها واللي كتشتغل واللي مع الشعب ديالها، ماشي الناس اللي ما عندهمش مؤسسات غير السمية ديال المؤسسات وهي في كلها أنظمة ديكتاتورية فاقدة للشرعية. وما يتميز به عمل المؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية. نقطة. وفاش كتكون نقطة اسمع شنو عايشين بعد النقطة، عتجي العاصفة، عتجي قصف قوي جدا. ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بثمن. اللي قلت لك اسمع جلالة الملك شنو يقول لك. في محيط إقليمي ودولي، واللي كيكذب هذا الشيء هذا يطلع يناقشنا. اللي كيقول ما كاينش محيط إقليمي ودولي متقلب ومرون وكحل، راه كنقول لك انت راك عايش في عالم آخر. محيط إقليمي ودولي، حرب العالمية، أمريكان مع فرنسا، الشرق الأوسط تحكام، الحروب، أزمات في مصادر الطاقة، أوروبا فيها المازوت وصل ل2 أورو 40 اليوم، في إيطاليا ربما، في بلجيكا الله أعلم شحال وصل، 2 أورو 40 2 أورو 50. الناس كتغوت، الناس ما قادش تمشي غير الخدمة بالغلاء ديال الأسعار ديال البترول، أزمة ديال الطاقة، العالم مرون، دول مرونة، وانت ما حامدش الله نعمة الأمن والاستقرار. ففي محيط إقليمي ودولي، إقليمي ودولي، إقليمي بمعنى غير حداك، غير على الحدود. شوف الجزائر هي شنو حداك، وشوف تونس شنو واقع فيها حداك، وشوف ليبيا هي حداك، شوف موريتانيا، شوف دول الساحل، شوف المحيط الإقليمي اللي حداك. وإلا ما كفاكش المحيط الإقليمي سير للمحيط الدولي، الدول اللي كتقول كبيرة، سير للمحيط الدولي وشوف شنو واقع فيه. ففي محيط إقليمي ودولي، هنا غنفسر لك أين الثروة. هي كاينة، حيت شي ناس في الخطاب السابق فهموا غلط أين الثروة. واحد الطابور الخامس بحال هذا عليه 5-5 اللي كتب أين الثروة. شي ناس فاش خطب جلالة الملك في الخطاب السابق أين الثروة، مشاو هما كيطرحوها على أساس أنها سؤال، مشاو كيحوروا الخطاب الملكي أين الثروة وفسروها أن الفوسفات، وهذه هو يجاوبك جلالة الملك كيقول لك أمربع الراس، ماشي هو يخاطب بشعبه العزيز. أنا اللي تنقول لك أمربع الراس أيها الغبي. فهمتي أين الثروة؟ فهموها لك بالمفهوم الخاطئ. طابور الخامس أين الثروة؟ فهموها لك الإسلامويين والملحدين والمنافقين والسياسيين، فهموها لك بالمفهوم الخاطئ. هو عيجيك جلالة الملك ويجاوبك فيها، وراكم ما تحرفوناش على الموضوع. ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بثمن. الاستقرار اليوم كتقلب عليه دول عظمى وما جبراهش. الاستقرار ولا كنز. كاين دول كتقول لك عطيني الاستقرار وما تعطيني والو، انا بغيت غير نكون دوله مستقره، ما بغيت لا مشاريع ولا استثمارات، عطيني غير الاستقرار. هناك ناس تبحث على الاستقرار وعلى الامن وما جبراتوش. انت عندك الاستقرار والامن والمشاريع ومازال ماشي ديال الكبيره. فالاستقرار اليوم هو العامل الاساسي في معادله التنميه، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. وهو الرأس المال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. اسمع جلالة الملك يعطيك المفاتيح إلا بغيتي تزيد السفينة. شي هذا الخطاب جلالة الملك حط لكم كل شيء، حط لكم كل شيء، أدى الأمانة. يعني قال لكم أن الكرة هي في الملعب ديالكم، هو كل شيء كاين، كل شيء قبالة عينيك. يعني ما تحتاجش أن شي واحد يجي يضحك عليك، حط لكم كل شيء. وأن الاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. وهذا صحيح. الاستقرار هو راس المال ديالنا.
عن طريق الاستقرار كتجيك السياحة، عن طريق الاستقرار كتجيك المشاريع، عن طريق الاستقرار كيجيوك دول وكينزلوا في المغرب وشراكات، عن طريق الاستقرار كتكتسب الشرعية والمصداقية والموثوقية وكتجيو عندك الدول، عن طريق الاستقرار كتضرب دول أخرى وكتجي عندك دول كتسمح كتهز حوايجها من دول غير مستقرة وكتجي لعندك. هذه النعمة الاستقرار اللي هي كنز وهي الرأسمال الاستراتيجي، وراهم باغيين يضربوا لنا في الرأسمال الاستراتيجي ديالنا. وخذوا ما عندكم تصدير الإرهاب إلى المغرب، الخلايا النائمة، دخول السلاح عن طريق مالي، دخول ورقة الهجرة، جيل زيد، جيل الإسلامويين، مجموعة الأمور. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة. شوف الخطاب كيفاش متكامل، شوف الخطاب كيفاش متكامل. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار الانسجام والتكامل. نعاود لك، إن المغرب دولة عريقة، يعني إن هذا الشيء اليوم راه ما جناش من عندنا واخترعناه. هذا الشيء راه عريق داخل في أبجديات الدولة المغربية، داخل في المرتكزات ديال الدولة المغربية ديال الملكية ديال العلويين. هاد الشيء راه قاعدة أساسية واستراتيجية ومنهج ديال الدولة وديال الملكية في المغرب. دولة عريقة، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة. يعني القوة ديالنا جاية من التقاليد ديالنا اللي بغاو يخرجونا على التقاليد وما خرجناش، متشبتين بالتقاليد ديالنا. التقاليد الراسخة في ماذا؟ في الراسخة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار الانسجام والتكامل. أننا دولة أمة، ماشي ليطافوايو، ماشي دولة فاقدة للشرعية، ماشي دولة عاد نشأت في 62، ماشي دولة عاد جا المستعمر دارها بتقرير مصير، ماشي دولة عاد جا وحدين رغبوهم داروا ترسيم الحدود وكونوا دولة أمة. وسولوا على الأمة المغربية والإمبراطورية المغربية عبر التاريخ، لأن هادشي راه الأمجاد، التاريخ يعيد نفسه. حنا دولة أمة، راه ما يجيوش يطيحونا ولا يجيو يتكالبوا علينا. الدولة أمة، ليطا ناسيون، وراه ما كاينش الدول الأمة، الأغلبية كلهم فقط دول. هناك الدولة الأمة المغربية في القارة الإفريقية باش نكونوا واضحين. راه هناك هذا المصطلح ديال الدولة الأمة، راه شي ناس بقى فيهم الحال ولاو كيكروه بعض الخطابات الملكية. شنا واحد الهبيل، واحد العبيط بلا نذكروا سميتو، ولا كيخرج يقمع الشعب كيقول لهم حقا حنا دوله امه وهو عاد تكون في 62. شنا واحد الدول حتى هي ولات كتكلم على بحال مصر، بحال مجموعه الامور. شنا مجموعه الدول ولات كتنقل هذا المصطلح ديال المصطلحات الخطابات الملكيه، لان عندهم العقده ديال الشرعيه. المغرب دوله ضاربه عبر التاريخ، الدوله الامه ليطا باعتراف حتى الامبراطوريات القديمه. وهذا ما يعطي النجاعه اللازمه لعمل الدوله لمواصله الانجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. يعني مفهوم جلالة الملك يقول هنا أن باعتبارنا دولة أمة اللي كتعطينا القوة على الاستمرار ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. هنا يقر جلالة الملك أن هناك تحديات وهناك إكراهات وهناك صعوبات، وهذه حقيقة. وهذا الشيء اللي كنقول لكم، هناك إكراهات وهناك تحديات وهناك صعوبات. ونزيدكم عندي أنا، هناك مؤامرات وهناك تدليس وهناك استهداف وهناك محاولة قلب الطاولة وهناك تجييش وهناك تحريض. يلا ديها معك. وهو ما أبان عنه المغرب. هنا عولي جلالة الملك يقر ويذكر بالإنجازات الكبيرة ويعطي الحصيلة. وهو ما أبان عنه المغرب بالتنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. اسمع هذه الجملة زوينة تدس عليها مرور الكرام. وهو ما أبان عنه المغرب بالتنظيم الجيد للتظاهرات الدولية والقارية. يؤكد جلالة الملك على أن التنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية وعقل على هذه النقطة وسطر عليها مزيان، لأننا نحتاجها فيما وقع في سلطة. خليك معايا في اللايف، يعني قيد هذه النقطة مزيان وسجل لك ورقة والسيلو. وهو ما أبان عنه المغرب بالتنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية.
على أن التنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية هو إنجاز ملكي وإنجاز عظيم. هناك البعض يشكك فيه، وهناك البعض كيصوروا عادي، وهناك البعض يقول لك اش بغينا بكأس العالم، اش بغينا بكأس افريقيا، اش بغينا بملعب كبير. هناك من يحاول تشكيك في انجازات كبيره ديال المغرب. علاش؟ لانهم ما قدروش يوصلوا لهذه الانجازات، وعرفوا ان هذه الانجازات وهذه المشاريع وهذا التنظيم ديال التظاهرات الكبرى راه عنده رسائل كبيره ويوصلنا الى امور استراتيجيه، وهذا يدخل في التنظير الملكي. وهما كيجيو كيضحكوا على الشعب اللي ما بغيناش طيران، ما بغيناش كذا، ما بغيناش منا، ما بغيناش هذه، ما بغيناش هذه. وهذا اصلا مخطط خبيث وكبير جدا. هذا في حد ذاته انجاز، ومما جعله محط اعجاب وتقدير عبر العالم ان العالم يشهد بالانجاز المغربي. العالم وشنا العالم كيفاش يشهد بالانجاز المغربي. واثار غيرة البعض احيانا. هنا جلالة الملك يقصف بالثقيل خصوم وأعداء الوطن. اللهم أكثر حسادنا أن هناك غيرة. جلالة الملك لمح وأعطى رسالة. علاش؟ لأن هنا راه ماشي انت المواطن المغربي الذي تنصت إلى الخطاب الملكي، راه رؤساء دول كيسمعوا الخطاب، خاص كذلك تنزل عليهم واحد الصاعقة وواحد التشيرة بالعربية، نشيروا على واحد الناس باش توصلهم الرسالة، باش يوصلهم القصف. وأثار غيرة البعض أحيانا، لأن هناك دول وهناك شعوب راها هاجت على المغرب، ما بغاتش المغرب يوصل لها هادشي اللي وصل له المغرب. وهناك دول وأنظمة ورؤساء، وشوفوا ما وقع في كأس إفريقيا والتهجمات ومحاولة التشويش على المغرب، حتى الآن في كأس العالم مجموعة الأمور. جلالة الملك كيجاوبهم هنا وكيعطيهم رسالة. علاش؟ نعرف أن هناك رؤساء الدول كتسمع الخطاب، وهناك مكاتب تسجل الخطاب، وهناك استخبارات أجنبية كتنزل تقرير الخطاب كامل. هود عليهم. بالنسبة يعني تيقول لهم جلالة الملك بلي أن ذاك المؤامرات وداك الشيء ديالكم والعداء وداك الحقد وداك الاستهداف ديال المغرب، حنا ما عجبكمش بالمثل، حنا نعطيكم رسالة تهود عليكم. حنا بالنسبة لنا داك الشيء غير غيرة وحقد وحسد، غير غيرة. أن كلما زاد المغرب في الإنجازات هناك غيرة عن مجموعة ديال الدول وبعض الرؤساء والشعوب، وما نجاوبوش معكم. المغرب غادي في القطار ديالو. هنا جلالة الملك يقصف بالثقيل لا خونة الداخل والطابور الخامس والعدميين وأصحاب الخطاب السلبي، ولا الرؤساء الحكومات والشعوب والدول الأجنبية رسالة خارجية. كما برهنت المملكة المغربية على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب والشمال. بمعنى أن إنجاز الكبير ديال المملكة المغربية في وهادشي درنا فيه اللايفات ووضحنا فيه أن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك واجهت كوارث وأزمات، وصعيب باش تواجه أزمة وكارثة طبيعية. كاين دول كبيرة ما قدراش تواجه كارثة الحرائق، وكاين دول كبيرة ما قدراش تواجه فيضانات إسبانيا والبرتغال ومجموعة ديال الدول. فيؤكد جلالة الملك على أن قدرة كبيرة على مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال ماذا؟ من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها منطقة الشمال والغرب. بمعنى أن المغرب مربع الراس، الطابور الخامس، أصحاب الجمهورية البائدة، المغرب ما كانش ناعس تاجي الفيضان، المغرب ما كانش ناعس تاجي أزمة المياه، المغرب ما كانش ناعس حتى يجي تسونامي، المغرب ما كانش ناعس تحدث كوارث طبيعية في العالم والعالم تفيق إسبانيا والبرتغال. لا، المغرب الخبراء ديالو كان يعد العدة وكان يشتغل في صمت وفي خفاء. بحال اللي وقع في كورونا، فجأة العالم ضرب كورونا، كان المغرب مواجد وصدم العالم في كورونا. كذلك في الفيضانات والأزمات والكوارث المغرب كان كيوجد. فجأة الفيضان والكارثة ديال القصر الكبير وفي الشمال، شي دول جاو يتبومباو علينا وشي احزاب جات تزايد علينا، المغرب جا لكم يكلم حباس، كل واحد يجلس بلاصتو. المغرب مواجد وقاد بشغالو. بمعنى الاستباقية، استراتيجية الدولة. كان المغرب يحضر العدة وعنده نظرة استباقية. شنو دار المغربي اللي عقلته؟ وجد ما يذكركم،
كل شيء تفاجأ أمام التسيير ديال طريقة التسيير بين قوسين، طريقة تسيير الفيضانات، كيف عملية الإنقاذ والإجلاء، كيفاش البرلمان الإسباني والبرتغالي كيقول لهم خاصنا نديرو في الفيضانات بحال اللي دارت المغرب. شوف المغرب كيفاش نقدات مدينة بأكملها، شوف المغرب كيفاش ينقذ، وشوف على زوارق عندهم بحال تقول ترى في الميريكان، ونفس الزوارق عملية الإنقاذ اللي كانت في الميريكان نفس عملية الإنقاذ اللي كانت في المغرب. شوف القوات المساعدة، شوف الأجهزة اللي بانت، شوف الماتيريال اللي بان، شوف الخيام والمنتجعات، شوف المخابز والمطاعم المتنقلة، شوف طريقة إخلاء المدينة، شوف مراقبة المدينة بالدرونات، شوف احتواء السد بالتقنيات والخبراء، شوف التنسيق العالي بين المؤسسات ومعنا الأخوات اللي حاضر معنا هنا، شوف التنسيق الكبير اللي وقع فجلالة الملك والدولة المغربية حطات اللي عندها وواجهت بضربة السباقية، وكانت الدرونات كتراقب المدن وكتراقب المنازل ديال الساكنة، وتم إخلاء الساكنة، وتمت الأمور بسلام دون مساعدة دولية. اليوم المغرب راه كيساعد البرتغال في الحرائق، اليوم راه المغرب كيساعد إسبانيا في الحرائق، وخا ما تستاهلش من هذا المنبر، خا ما تستاهلش وانا عارف علاش. اليوم المغرب راه كيساعد دول أجنبية في الكوارث، علاش؟ لأن دار نظرة استباقية وتوجه استراتيجي. فين هي الدول ديال الطاقة والغاز، وأين هي النظرة الاستباقية وليطا فوايو؟ حنا ليطا ناسيون، الدولة الأمة. المغرب كان يحضر العدة فصدم الجميع في الكوارث الطبيعية وزلزال الحوز، ودارت الأمور بسلام، ورجع الساكنة وغسل المدينة وأجهزة النظافة وغسل الأزقة والعالم. علاش؟ الكاميرات كلها كتصور، اللهم صور ديما تعاود، وصوروا جميع الأمور، فأظهر المغرب على أساس أنه قوة صاعدة ومغرب صاعد في احتواء الأزمات الطبيعية، في زلزال الحوز، في الفيضانات، في الكوارث، في مجموعة أمور دون تدخل خارجي. وهنا في كاين العظمة ديال المغرب. وزاد كذلك المساعدات المادية للساكنة، ودازت الأمور اللهم بارك، وكل شيء يقول الله يبارك في عمر سيدي والله يطول في عمر جلالة الملك وعاش الملك. وهنا كانت العقدة والضربة القاضية لمجموعة ديال الدول والكيانات على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها منطقة الشمال والغرب. يعني دائما الضربة الاستباقية وأي حاجة وقعت المغرب مواجد لها، ولهذا تحارب الملكية الضربة الاستباقية. وبفضل الأمن والاستقرار وشجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات. يؤكد جلالة الملك بفضل الأمن والاستقرار والنجاعة المؤسسات اللي خدامة بتعليمات ملكية، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات. وهنا يجي جلالة الملك يعطي المؤشرات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9% منذ 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. هذا النمو الاقتصادي المتصاعد بفضل حكمة المؤسسات وقوة الدولة. ويضيف جلالة الملك: وعلى الصعيد الفلاحي عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيدا، مما ساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وهذه حقيقة. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. بمعنى كيقول لك جلالة الملك أننا أصبحنا قطبا للاستثمار والصناعة والسياحة وقطب مالي، وهذا صحيح. قطب للاستثمار الصناعي، جميع الصناعات الآن كاينة في المغرب، جميع الصناعات. القطب ديال السياحة 20 مليون سائح اللهم بارك، دول كتطمح أن توصل غير 10 مليون وما قدراتش. قطب ديال السياحة وقطب مالي، شوف غير القطب المالي اللي كاين في الدار البيضاء وتوجه ديال القطب المالي في جميع الدول، وهذا من يؤشر التطورات ديال المؤشرات لا سيما الصناعية. ويضيف جلالة الملك، احنا قربنا إخوان، ويضيف جلالة الملك ذلك أن قطاع السيارات والطيران، اسمع اللي كتقول أين الثروة، ذلك أن قطاع السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. ها هو جوابك اللي كتسول أين الثروة. الثروة كتخلق
قلت لك أين الثروة؟ يعني خصك تخلق الثروة، يجب إنتاج الإنتاجية، يجب أن تخلق الثروة، وهي الآن كتخلق الثروة. اللي فهمتي أين الثروة فهمتيها بالمفهوم، فهموها لك بالمفهوم الخاطئ. ها هو كيجاوب، كنقول لكم من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. هاد الثروة كيفاش كتخلق؟ لأن اليوم خلقنا الثروة، لأن اليوم يؤكد جلالة الملك أن قطاع السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات والاستثمارات الخارجية أساس الاستثمارات الخارجية وجلب الاستثمارات. وهنا ولات هي الركائز الأساسية ديال الإنتاجية في المغرب. بمعنى الشريف ما بقاش غير الفوسفات، الآن المغرب الركائز ديالو ما بقاش دولة فلاحية. الآن المغرب الاقتصاد ديالو كيعتمد على الصناعة، وشي ناس ما كانوش باغيين ندخلوا للصناعة. والاقتصاد ديالنا كيعتمد الآن على النسيج بين قوسين ديال السيارات، وعلى صناعة الطيران، أو لينا كنصنعوا الطيران الشريف، وكنصنعوا محركات الطائرات العسكرية والمدنية، وكنصنعوا أمور حساسة وأمور ثقيلة، أمور ثقيلة الهرقاوي مربع الراس، كنتجو أمور ثقيلة. ويضيف جلالة الملك ذلك أن قطاع السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، هادشي شي دول غير كتحلم به. شي هاد الأسامي شي دول ما عارفاش، شي دول مازال ما عارفاش كاع شنو هي هاد السميات، شي ناس ما كيعرفوش كاع شنو هي صناعة الطيران، لأن ما كيحلموش كاع يوصلوا أنهم صناعة الطيران. مازال متقاطين غير باش يجيبوا العجلات وبناوة، أو يجيبوا شي بنوة ولا يديروا شي مشاريع بسيطة. أنت عندك صناعة الطيران والسيارات وأمور كبيرة، يعني الركائز الاقتصادية الجديدة. وهذا من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. هذه هي فرص الشغل والثروة. إذ أصبحت المملكة اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تقارب 1,000,000 سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاع السيارات والطيران، اسمع هذه الجملة، اسمع، من قطاع السيارات والطيران تفوق 40% من ماذا؟ من إجمالي الصادرات، متقدمة على الفوسفات، متقدمة على الفوسفات. شوف شنو دار جلالة الملك في المغرب. كبقينا عوانين عليكم، كبقينا ناعسين عوانين غير على الفلاحة وعلى الفوسفات، حتى يجي مول الأمانة ويدي أمانتهم ونمشيو ونخليو الأمور غادية هكاك. شوف جلالة الملك نتيجة استراتيجية ديال الدولة وتوجه استراتيجي. شوف فين وصلنا بالإحصائيات والأرقام. هذا راه ماشي حزب اللي كيعطيك الأرقام، هذا راه جلالة الملك شريف. باش تقول لياش هذه بروباغندا انتخابية ولا حزب ولا كلام حزبي، ولا هذا راه كلام جلالة الملك شريف موجه دول كتسجل ودول كبيرة كتسمع ورؤساء ديال دول. جلالة الملك يقول لك من قطاع السيارات والطيران الآن تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة على الفوسفات. يعني أن المغرب، نعم عطيه العصير، يعني أن المغرب كيخلق الثروة. ها المغرب كيخلق الثروة، ها المغرب هو اللي كينتج وكيخلق الثروة. ماشي كنتسناو الثروة طيح من السماء، حنا كنخلقوا الثروة. ولات السيارات والطيران ولاو دول خرجوا مصدومين، كيقول لك المغرب أول بلد صناعي في إفريقيا. كاين ما كايناش؟ خرجت قناة الجزيرة والعربية ودول العالم، المغرب يتصدر الاقتصاد في القارة الإفريقية. ما كايناش؟ الهرقاوي الطابور الخامس والقاطع، خرج الدول الأجنبية كتقول لك المغرب سيد إفريقيا، والمغرب يتصدر قطاع الاقتصاد والصناعة في القارة الإفريقية. وسير عندهم نقول علاش قلتوها، هذه دول أجنبية حطتها. فيؤكدها جلالة الملك ويقول من قطاع السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة على الفوسفات. شوف الاستراتيجية فين غادي الملك وفين باغي يوصل. والقادم مازال ما يطيحلكش على البال، جاية أمور كبيرة للمغرب، ولهذا كاين الناس باغيين يديروا العصا الرويضة. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة. أن جلالة الملك ترأس مصانع جديدة في المغرب، جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة المحركات وأنظمة هبوط الطائرات. واسمع الشريف، هذا راه شرف لينا شريف. اسمع أمور كبيرة والله ما كنا كنحلم نوصلها، أنا ما كنتش كنحلم نوصل هذه الأمور هذه كمواطن مغربي. جعلت المغرب يدخل، انت المغربي دابا الان راك دخلتي باش تعرف المكان ديالك فين واصل. خلينا من الخطاب الهرقاوي.
الان راك وصلتي ودخلتي الى النادي المصغر. يعني كاين واحد النادي صغير اللي هو معروف على رؤوس الاصابع، محسوب ما فيش بزاف ديال الناس، نادي مصغر محسوب ما فيش بزاف ديال الدول. دخلتي للنادي ديال الدول التي تتوفر على اكبر المراكز الصناعيه في مجال محركات وانظمه هبوط الطائرات. يعني دول محسوبه على رؤوس الاصابع، المغرب واحد منها. دخلتي ما بين النادي ديال الدول اللي محسوبه على رؤوس الاصابع عندها اكبر محركات واكبر المراكز الصناعيه. وخير مثال ما يوجد الان في النواصر، في الدار البيضاء، ما يوجد في مجموعه المدن بدون ذكر الاسماء راكم عارفين. هناك امور حساسه، هناك صناعه طيران، هناك صناعه محركات، هناك درونات، هناك مجموعه امور كبيره. وانظمه هبوط الطائرات، كما ان تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائيه. دخل المغرب حتى في قطاع البطاريات الكهربائيه، يعكس، اسمع رساله، يعكس قدره المغرب على استباق التحولات في التكنولوجيا والانخراط في سلاسل الانتاج المرتبطه بالصناعات الاستراتيجيه. هذه ثقيله بزاف، هذه ما تفهمهاش انت، ما تفهمهاش. هذا اللي عنده مستوى بسيط ما يفهمهاش. ماشي نقول لك هذا التعالي زعما حنا المستوى ديالنا راه حنا في، لا ابدا، حنا كلنا سواسيه بحال. كاين شي ناس اللي عقلهم مسدود ما يفهموش هذه الكلمه، غتجيهم ثقيله وما يفهموهاش وما عندهمش الوقت باش واقيلا يمشيو يبحثوا فيها. سير بحث في هذه الجمله مزيان وغتفهم. جلاله الملك قال لك مشينا في تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائيه الذي يعكس ماذا؟ قدره المغرب على استباق التحولات التكنولوجيه. ان المغرب فاش كتنجح له واحد السياسه ماشي صافي كيجلس وكيبقى كيحلب في داك السياسه وكيربح منها وجالس وناعس، لا، كيدير نظره استباقيه. هادشي اللي حققتي يقدر يوقع تطور تكنولوجي ويمشي لك، يعني تمشي لك واحد المسيره ديال سنين تمشي في رمشه عين بالتطور التكنولوجي. ولكن العبقريه ديال جلاله الملك استبق التحولات الدوليه. اش كنقول لكم؟ التنظير الملكي العالي استبق التحولات الدوليه وذهب في نظره استباقيه من اجل حمايه المغرب وحمايه المكتسبات المغرب. شنو دار؟ عرف باللي ان يجي واحد الزمان غيوليو كيتضاربوا على الصناعات الكهربائيه وصناعات المستقبل. نعم سي عمر. فكيجي جلاله الملك ويؤكد كان عندنا، يعني شي كان مخطط، كنا حنا غير هكا خدامين على قطاع السيارات، كانت عندنا قدره المغرب على الاستباقيه في التحولات التكنولوجيه. فاش توقع نمو التحولات التكنولوجيه يكون المغرب هو الاصل، يجيو عندنا. وهادشي دار المغرب في صناعه البطاريات. هي اوروبا كلها من المانيا لفرنسا كلهم حاصلين في صناعه البطاريات، كلهم الاقتصاد ديال صناعه السيارات كله مشى ديالهم. ايطاليا واقفه كتقيل في الاجتماعات، المانيا واقفه، والمغرب ما واقفش. المغرب كيصدر مليون سياره، والمغرب كينتج صناعه البطاريات، وجاب الشينوا وجاب الصين ونازل. علاش؟ النظره السباقيه. ما قدروش يجيبوا الاتحاد الاوروبي للبطاريات الكهربائيه، جابها المغرب في نظره استباقيه ودار اتفاقيات وشراكات. وهنا كانت عندنا النظره السباقيه للتحول التكنولوجي وسبقناهم. والان هما السعار علينا. علاش المغرب سبقنا في التحولات التكنولوجيه ودخل الصناعات الكهربائيه وسبقنا، ولا هو المرجع للصين، هو المرجع لامريكا والاتحاد الاوروبي في خبر كان ويعاني في الاقتصاد وما عندوش من يجيب البطاريه. ونزيد ليس فقط السيارات، يقول جلاله الملك، والانخراط في سلاسل الانتاج المرتبطه بالصناعات الاستراتيجيه. سير مربع الراس وقلب شنو هي الصناعات الاستراتيجيه. ما تكتبش الصناعات، كتب الصناعات الاستراتيجيه. هنا جلاله الملك مبغاش يسمي لك، لان الا سمى لك شي دول غتنزل عليهم سكته قلبيه. الصناعات الاستراتيجيه فيها امور كبيره. شوف غير الاتفاقيه مؤخرا ديال الامونياك في الصحراء والمعادن النادره والكعكه الصفراء واليورانيوم ومجموعه الامور كبيره. الصناعات الاستراتيجيه يعني هناك امور في الخفاء اللي مازال ماشي وقتها، عتبان. فيقول جلاله الملك ان المغرب استبق التحولات التكنولوجيه في السيارات، وكذلك استبق امور اخرى اكبر من قطاع السيارات. لماذا؟ هي سلاسل الانتاج المرتبطه بالصناعات الاستراتيجيه. هاد سلاسل الانتاج المرتبطه بالصناعات الاستراتيجيه درنا فيها كمغاربه الوحده الترابيه ازيد من عشرات اللايفات. كنا كنقيلو نتكلموا من مضيق هرمز، عقلتو
الطريق الجديد، المعابر الجديدة، المعادن النادرة، ضرب مضيق هرمز، تحول الطريق الاستراتيجية الجديدة، شراكات، إطاحة في سوريا، الطريق الجديد، تركيع الصين، جر الاتحاد الأوروبي. عقلت واش كنا هنا في اللايفات دائما. هو جلالة الملك يؤكد ويقول أن المغرب دار ضربة استباقية في السيارات واستبق التكنولوجيا، وكان نديرو ضربة استباقية في الانخراط في سلاسل الإنتاج. راه كاين سلاسل في الإنتاج ديال العالم تحولات، سلاسل الإنتاج. المغرب نقص وجا فيها، هو خصو يكون هو الأول فيها ويدخل في سلاسل الإنتاج الجديدة. عليها كتشوف الأنبوب النيجيريا المغرب، المحيط الأطلسي، البحر الأبيض المتوسط. وصحابك المغرب غير كيخربق ولا؟ وصحابك حنا كنفكروا غير نصنعوا سيارة ونبيعوها، وراك غلط. والمغرب ما كيفكرش ينتج السيارة ويبيعها. المغرب كيفكر عضو في النظام العالمي، الارتكاز، نقطة الارتكاز، امور كبيره ما تخفرش انت على بالك. الى المغرب ينخرط في سلاسل الانتاج المرتبطه بالصناعات الاستراتيجيه، وهذه النقطه هي لب القصيد، الصناعات الاستراتيجيه. وهذه النقطه هي اللي فيقت علينا المؤامرات، وهذه النقطه هي اللي الحياشه خلاتهم ينوضوا، وهذه النقطه هي اللي نوضت علينا النحل نايض علينا. هذه النقطه الصناعات الاستراتيجيه، هذه النقطة هي اللي فيقت علينا فرنسا، هي اللي فيقت علينا إسبانيا، هي اللي فيقت علينا الاتحاد الأوروبي، هي اللي فيقت علينا دول إفريقية. كلشي ناض قاعد على الصناعات الاستراتيجية. كيقول لك المغرب ربحنا في صناعة السيارات، راه هو الأول دابا إفريقيا، كاينش مشكل، الله يسهل عليه، ربح ومشى بعيد. المغرب سبقنا في الصناعات الكهربائية، ماشي مشكل، الاتحاد الأوروبي. المغرب بصحته صدق ذكي وصدق استراتيجي، والمخزن جاب الاتفاقيات وجاب البطاريه الكهربائيه وجاب الصين وسبقناه وحنا كنعانيو بصحته. ولكن المغرب راه غادي يسبقنا فين؟ في الصناعات الاستراتيجيه وسلاسل الانتاج. وهذه النقطه هي اللي وقع عليها الان التطاحن. كاين تطاحن في الخفاء خطير الاخوان، كاين ضربات كبيره، كاين ما كاينش يا مرحميني، كاين المخابرات الاجنبيه خدامه ضرب فيا نضرب فيك. شكون اللي وصل للمعلومه والتكتم الكبير ومفاوضات ومعاهدات واتفاقيات. ترامب كيجري، الامريكان كتجري، فرنسا كتجري، اسبانيا كتجري ودير الابتزاز، تا فرنسا كدير الابتزاز، مفاوضات، امور كبيره. الصناعات الاستراتيجيه والانخراط في سلاسل الانتاج، هذه هي اللي فيقت علينا الحل، وعنتمكنوا منها ان شاء الله، وما كاينش اللي يزعزعنا منها. وبنفس روح الابتكار والتطوير، الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع أخرى كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة. هو زادك واحد النقطة جديدة كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة الأمن الطاقي، ورافعة عليكم السلام، ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقة تنافسية وخالية من الكربون. هو جلالة الملك يش تسبق العالم كله في الطاقات المتجددة، وهذا داخل في التوجه الاستراتيجي. إذا توجه السباقية في التكنولوجيا، والسباقية في الصناعات الاستراتيجية وسلاسل الإنتاج والتوريد، وديرنا لهم السباقية في الطاقات المتجددة. المغرب راه غير من الهواء كيصنع الطاقة، غير من الريح، من الرياح عفوا، غير من الأمواج راه كيصنع الطاقة. راه غير فرزازات المحطة الكبرى ديال الطاقة الكهربائية بين قوسين أشعة الشمس الشريف، حنا كنبيعوا الطاقة لألمانيا وفرنسا والصبليون ودول. أمريكا كتبت علينا، دارت دول أوروبا تتهافت على المغرب من أجل الطاقة الكهربائية. هو المغرب الطاقات المتجددة كذلك الخالية من الكربون. مفاتيح التنمية في المستقبل عند المغرب، لأن كاين صناعات خاصها الطاقات المتجددة تكون خالية من الكربون، خالية من الكربون. إيوا أنت ما بقيتيش ناعس، يقول لك أنت الطاقات ديالك فيها الكربون، ما عندك والو. المغرب سبقهم في الطاقات المتجددة، لهذا كتشوف ألمانيا كتدق، فرنسا كتدق، الصبليون، العالم كله كيدق. ونزيد. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة الأمن الطاقي، ورافعة جد الصناعات لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. المغرب كينزل الهيدروجين الأخضر،
هذا الهيدروجين الأخضر اللي أثار زوبعة كبيرة دولية. الهيدروجين الأخضر اللي أثار الرعب عند مجموعة ديال الدول. الهيدروجين الأخضر اللي كتسابق عليه ألمانيا وجميع الدول في الصناعات، ماشي الهيدروجين القهوي. شي ناس خرجوا كيدويو وقال لك حنا عندنا واحد الهيدروجين قهوي. كي داير هيدروجين أزرق أو هيدروجين قهوي؟ ما كاينش هيدروجين قهوي، وما كاينش هيدروجين أزرق، وما كاينش هيدروجين أحمر، كاين هيدروجين أخضر. كاين هيدروجين أخضر عند المملكة المغربية. لذلك الآن الصراع الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، وهذه النقطة جاوب لنا الصداع بزاف. وهذه النقطة مفيقة عين الاتحاد الأوروبي، وهذه النقطة كتشوش علينا بزاف. شعبي العزيز، في سياق دولي، شوف يعني انتقل جات لكم بقى والو الإخوان قربنا نساليو. شعبي العزيز، ماشي نساليو عندوزو لسبتة. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية، وخير مثال الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجات الوطنية. وهذه حقيقة. الصناعات ديال الدواء اللي أصبح المغرب ينتج، والصناعات الغذائية، والسياسات الحمائية حتى في المياه، وارتفاع عدد السدود، وارتفاع اللهم بارك العدد ديال الموانئ اللي كانت الموانئ المغربيه اللي عقلته منحصره في الدار البيضاء، الان طنجه، الناظور، الداخله، يعني مجموعه الموانئ الكبرى والمحطات ديال تحليه مياه البحر، والسياسات الحمائيه. يعني منظومه متكامله، منظومه دوله يستحيل باش توصل لها شي دوله او شي هذا المشروع كله من جميع الاتجاهات. وان اقامه قاعده صناعيه تكنولوجيه في مجال الصناعات الدفاعيه والامن السيبراني ستساهم في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا كقوة إقليمية في هذه الصناعات. هذه حقيقة. الصناعات التكنولوجية والدفاعية، ترسيخ ديال الشركات في السيادة الوطنية، والصناعات ديال الدفاعات، والصناعات الدفاعية، وصناعة الطيران، وصناعة المحركات الطائرات والطائرات العسكرية، وصناعة الدرونات والتكنولوجيا الحربية. هذه كلها استثمارات تعود بفرص شغل وبمهندسين المغاربة والكفاءات، وجعل المغرب قوة إقليمية في هذه الصناعات. وخطير هذا الأمر لأن مجموعة ديال الدول ما باغيناش ندخلوا لمجال الصناعات العسكرية، ودخلنا المجال الصناعات العسكرية من بابه الواسع. وهذه اللي عقلتو كانوا مجموعة الأحزاب ما باغيينش، منها الطابور الخامس، منها نبيلة منيب قالك ما بغينا الصناعات العسكرية، بغينا الطابور، بغينا ما الحليب ما كانش، الزيت ما كانش، بغينا نكونوا بحال الجزائر. يعني كان يعقلتو حنا ما بغيناش الصناعات، ما بغيناش ان هنا حنا ولينا المصاف كقوة إقليمية. وشفنا الآن جميع الدول الصناعية والعسكرية كتوجه للمغرب، والمغرب كيصنع السلاح، والآن عبدا يبيع حتى لإفريقيا ومجموعة الأمور، ودور كبير. ومن جهته سجل القطاع السياحي خطاب متكامل ما خلالكش يتململ. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. الإنجاز السياحي اللي ما تقدرش شي دولة توصل له، لأن عندك الأمن والاستقرار والاشتغال والمؤسسات. كاين دول كتقلب على السياحة وما جبراتهاش، كاين دول كتقلب غير على لوحة إشهارية باش تجيب السائح وما قدراتش. وحنا شوف ما شاء الله في كرة القدم في مجموعة الأمور، والسياحة والاشتغال والمؤسسات والفندقة والبرنامج متكامل والاستقرار والأمن والبنية التحتية وكل شيء، وصل المغرب إلى أزيد ما يقارب 20 مليون سائح. إلا جبتي من العشرة العالمية 20 مليون سائح، يعني كتحرك قطاعات الشغل والاستثمارات ومجموعة الأمور، وهذا الشيء دول باغية توصل له وما لحقاتوش. وفاش ما كتوصلش لشي حاجة كتقول خانزة وكتقول قبيحة. لذلك بعض الدول ما وصلوش للقطاع السياحي، ولاو كيروجوا مغالطات على القطاع السياحي، قطاع كذا وقطاع كذا، وهما ما لقاوش اللي يماهم الجهد من يدوزوا للقطاع السياحي. هما جاو عندهم الناس ومشاو هربانين من الريحه ومن العفن ومن طريق السيار ما كاينش، والمطار ما كاينش، والمراحيض ما كاينينش، والبلاد كلها قهويه، كل شيء قهوي، البشر قهوي، والسماء قهويه، والارض قهويه، والعقليه قهويه، والدماغ قهوي، والمعاملات قهويه، وكل شيء قهوي.
يعني صعيب باش توصل لهذا الشيء هذا. يعني والمغرب ما شاء الله اللهم بارك 20 مليون سائح، والاستقرار والامن اللهم زد وبارك. شكون واضحين في هذا الباب. وبموازاة مع النهوض بالمجال الاقتصادي نواصل تعزيز عديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية. المغرب مشى بعيد في الحماية الاجتماعية، لي زاسيرونس اللي كاينين والتطبيب ومجموعة الأمور، هادشي ما كانش في السابق. كاين اللي جات فيه الله يعاون. الان كاين لي زاسيرونس، كاين الحمايه الاجتماعيه، كتدخل للطبيب كيقول لك عندك لا ميوتيال، عندك الحمايه، عندك لاسورانس، بحالك تداوى بحالك بحال الغني. يعني كتفرض على المستشفى عندك كتمتع بنفس الخدمات، عندك لاسورانس كتدخل كتمتع بنفس الخدمات، ولاسيرونس كتكون حسابات وكتكون مجموعه الامور. فين اللي كتقول لا صحه لا تعليم مطالب اجتماعيه جينيراسيون زاد، يلا نحرقوا المؤسسه، يلا نحرقوا مؤسسه الدرك، جيل ديال الزمر وجيل ديال الويل. إذا بموازاة مع النهوض بمجال الاقتصادي نواصل تعزيز تنزيل عديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية. من أجل ماذا؟ من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمعنى أن المغرب أن جلالة الملك يطمح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا الشيء داروا الملك كله باش يحقق العدالة الاجتماعية، وباش المغرب أن يمر إلى بر الأمان عبر العدالة الاجتماعية. والمغرب يبحث جلالة الملك عن العدالة الاجتماعية، وهناك من يعرقل الوصول إلى العدالة الاجتماعية، وهناك من يصطاد في المياه العاكرة من أجل عرقلة العدالة الاجتماعية. وجلالة الملك يسن القوانين من أجل العدالة الاجتماعية، وحنا غاديين في العدالة الاجتماعية، أحب وكره من كره. كاين إكراهات نعم، كاين يعني إرهاصات، كاين مؤامرات، كاين مجموعه امور، ولكن كلها ان شاء الله دايزه والشكول ودايزو غاديين نزيدو. وتعميم الحمايه الاجتماعيه من اجل تحسين ظروف عيش المغاربه وتحقيق العداله الاجتماعيه، ومن اجل تحسين ظروف عيش المغاربه وتحقيق العداله الاجتماعيه والمجاليه. وفي هذا الاطار نشدد على ضروره التنزيل الفعال لبرامج التنميه الترابيه المندمجه التي نحرص على ان تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء. هنا جلالة الملك يشدد على تعميم التنمية البشرية وتعميم كل شيء على جميع ربوع المملكة. ما تبقاش حاط ليا غير في الدار البيضاء، ما تبقاش حاط ليا غير في طنجة، ما تبقاش حاط ليا غير في المدن، تكون حتى في القرى، حتى في الضواحي، حتى في النواحي. وهنا اطلقات مجموعة البرامج كبيرة اللي غادية وكتوصل إلى حتى القرى ومجموعة الأمور، يعني إيصال الطرق، إيصال الماء صالح الشرب، إيصال المستوصفات، إيصال مجموعة ديال الأمور. هذه المشاريع كتقوم على التعليم والصحة والبرامج ديال التنمية المحلية. هذه البرامج ديال التنمية المحلية كلها برامج كيعطيها تعليمات جلالة الملك، وحتى الأحزاب خاصها تساهم، وهي راه ناعسة على بلاتي من دوزولها. وهنا للأمانة جلالة الملك تجاهل الأحزاب بصفة نهائية وتكلم فقط عن الانتخابات القادمة، وعطى واحد الرسالة فيما يخص أن حنا نجيو ليها، أن هذه الإنجازات كاملة ما كتعلقش بحكومة حالية أو حكومة سابقة، ولكن هي تراكمات لمشروع كبير يدوم لسنين ولمشروع طويل وطويل. باش ما يجي حتى واحد يركب على الموجة يقول لك الحكومة ديالي ولا أنا درت ولا أنا خليت ولا ما كاينش هادشي هذا. بالعكس هذا الشيء هذا راه برنامج متكامل، ما يجيش شي واحد يركب لا على هذه ولا على هذه، برنامج متكامل يقوده جلالة الملك ولا يطمح الى البوز والشهره والى موقع والى مركز. تكونوا واضحين. كما ان مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي، اسمع، كما ان مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب منا موارد تمويليه غير مسبوقه. راه هذا المسار التنموي والتحول الاقتصادي الواقع في المغرب راه خصو اموال كبيره شريف، خصو ملايير ومليارات. عندك شحال هادشي كيجي ساهل، خصو ملايين وملايير. اذا كما ان مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويليه غير مسبوقه، يتعين تعبئه الجزء الاكبر منها عن طريق التمويل الداخلي. جلالة الملك يؤكد على التمويل الداخلي، بمعنى أن هذه المشاريع وهذا التحول الاقتصادي وهذه التنمية والتحول خاصو تمويل، ما يمكنش يطيح لنا من السماء. والتمويل منين كيجي؟ التمويل خاصنا التمويل الداخلي، يعني ننتجو حنا التمويل الداخلي. كيفاش هذا التمويل الداخلي؟ ها جلالة الملك يعطيهم الأوامر وكيوري الاستراتيجية. التمويل الداخلي لذا نهيب نعطي ونهيب وتعليمات ونشيد كذلك، ونهيب بالقطاع المالي الوطني
القطاع المالي الوطني بنك المغرب السي الجواهري. ونهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل، يعني العمل كاين ولكن المواصلة، مواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع ماذا؟ توسيع الولوج للتمويلات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتصنيع والتصدير. بمعنى أن القطاع المالي الوطني خاصو يساهم ويسهل التمويل والكريدي والقروض ومجموع، ويسهل الامور والمواكبه ديال الاستثمارات ديال المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى والمتوسطه، باش كنشجعوا الابتكار والمقاولات والابتكار. وهكذا نصنع الثروه من داخل الوطن، ويكون عندنا واحد راس المال وواحد التمويل وطني. وهنا هذه الاموال كنمولوا بها التنميه المحليه من الداخل، وهنا كتكون القوه كبيره. صندوق ممول عام 556 CGD، صندوق الايداع والتدبير. نعم، واننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. جلالة الملك يتطلع إلى القطاع المالي، يعني والي بنك المغرب وبنك المغرب والأبناك المغربية، يتطلع جلالة الملك أن ينكب هذا القطاع لتسريع الدينامية التنموية. سرعوا لنا الدينامية التنموية، شجعوا الناس على التمويلات المشاريع باش الناس تنوض، سهلوا المصادر وباش الناس تنوض دير المشاريع ودير مشاريع متوسطه وصغرى وكبرى. راه شنا عباد الله بنت كتمشي دير غير لاكريب، هازه غير كروسه وكدير لاكريب في الشارع وخدامه. علاش ما ديرش هي مقاوله ديالها ودير هذه وتولي معززه مكرمه وتكون تخدم وتكون جمعيات تعاونيات وتولي في اطار الشغال وفي اطار الامور ونسهلوا الامور لمجموعه. كاين الناس باغيه تخدم، كاين شباب، كاين نساء، كاين رجال، كاين الابتكار، كاين ناس كتبتكر شي حاجه وما عندهاش الدعم. لذلك خاص التمويل، خاص المساعده، ما نعقدوش الامور. مساعده، عندك مقاوله صغرى بغيتي دير مقاوله صغرى، بغيتي دير بريكول، جيب لي برنامج ديالك، تقدر خلق الثروه، انتاج ثروه. وهكذا تشتغل العجله بالاقتصاد. صافي غير مشروع بسيط تقدر تدخل به وتدور به وتحرك به عجلات، يولي مول الطاكسي، شد الطاكسي باش يجي عندك باش ياكل عندك او باش ياخذ عندك واحد المنتوج. هي الوقت كتشتغل الطاكسي، كتشتغل المقاوله، كيشتغل البنك، كيشتغل كل شيء، وتحريك عجله الاقتصاد. الشعبيه العزيز، شوف شحال ديال الشعبيه العزيز، ما كيقولكش الحمار، التماسيح، المتصهين، المطبع، الخوانجي. الجلالة الملك يخاطب شعبه بشعبيه العزيز، عكس الاحزاب المتملقه خدام المصالح الضيقه والخونه وعديمي الوطنيه. يعني الشعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. هو جلالة الملك ولا كيعطي الآن رسالة للخارج، الناس اللي كتصنت واللي كتشجع رؤساء الدول، أن جلالة الملك اشتغل على ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي. المغرب ما كيخدمش غير في الداخل، المغرب كيخدم باش يولي فاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع، يؤكد أن العالم يحترم المغرب، والعالم يثق في المغرب، والعالم يستمع إلى المغرب. ما كيجيش يعطي المغرب أوامر ولا يجي يعطي المغرب كونطرا ولا عقد غير هكاك، ولا بالعكس يستمع إلى الطرح المغربي اش باغي. العالم يعني كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع، وهذا هو مبدأ الشراكة الاستراتيجية ربح ربح والاحترام المتبادل. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوبا في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل. يؤكد جلالة الملك أن المغرب أصبح صراحة فاعل اقتصادي مهم وشريك مطلوب في إطار شراكات جديدة لجميع دول العالم، وصعيب باش تولي شريك. واسمع شنو كيزيد جلالة الملك: وهو ما مكنه أن يتساءل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه، وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. هنا كيأكد لك جلالة الملك أنه كيطرح، ما بقاش المغرب ولا كيطرح العروض. المغرب ما بقاش غير فاعل وشريك، المغرب الآن كيطرح عروض لدول، ما بقاش هو كيستقبل العروض، المغرب يطرح عروض. واسمع، المغرب أصبح يطرح عروض. المغرب يقدر يطرح لك عرض على ألمانيا، هو اللي كيطرح العروض. تجي عندي أنا اللي غنقول لك واحد العرض، وشوف أنت هذا العرض هذا واش يعجبك ولا ما يعجبكش. المغرب هو اللي كيطرح العروض. شوف الدول الكبرى كيفاش ولات هي كتطرح العرض بالشروط ديالها بالأمور ديالها.
بغيتي ما بغيتي واحد العرض، شوف واش مسلكك ولا مسلككش، هو راه في صالح الجميع. المغرب اصبح يعني يطرح العروض، يعني كما اختار بكل التزام ومسؤوليه تنويع شراكاته مما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع من قيمتها في مختلف المجالات. أن المغرب ساهم ويساهم بتنويع الشراكات، وهادشي اللي كاين. المغرب تنويع الشراكات مع أي دولة، اللي جات ما تفلتش، اللي جات ما تزهقش، اللي جات كنشدوها كنعطيوها واحد العرض عجبها مزيان، ما عجبهاش كنديرو فيها إصلاحات باش تكون نحافظوا على المصالح ديالنا وكنهودوا عليها ما تمشيش خاوية. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن البرلماني والحكومي. يعني أن هذه المشاريع وهالشي اللي واقع فيه المغرب كامل وهالشي اللي كيتحقق الآن تتجاوز الزمن البرلماني والحكومي. أنها شي لا علاقة له لا بالبرلمان ولا حقبة برلمانية ديال يا يسار ولا يمين ولا خونج ولا تتعلق لا بحكومة هذه ولا بحكومة أخرى، باش نكون واضحين بدون مزايدات، باش ما يجيش شي واحد عندنا ويقول لك لا هذا بفضل الحكومة ديالي والحكومة ديالي، ما حتى وحدة. هني راسك، هذا راه عمل يتجاوز العمل الحكومي، هذا مشروع سنوات وتنظير السياسي ديال الملكية في المغرب، وباش ما يجيش شي واحد يركب عليه، ولكن ذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع، يعني كاين توجه استراتيجي، وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. جلالة الملك يتطلع إلى الانتخاب، شير على كل شيء، نعم شير على كل شيء، شير على أحزاب وعلى برلمان وعلى حكومة وعلى دول وعلى تيارات. الملك شير عطى كل شيء، يعني رسالة ما فيهاش رسالة بل خطاب قوي. حنا قربنا الإخوان نساليو باش نناقشوا مجموعة الأمور. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة من مسارنا التنموي، شعارنا تحصيل المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. جلالة الملك يتطلع الانتخابات القادمة لانتخابات حاسمة، وللأسف الأحزاب كتضيع الوقت. واحد هو ديال الجنوب كيقول للمرأة واش تزوجتي ولا مازال، وواحد غادي كيدير مهزلة ديال حملة انتخابية، الأحزاب في دار الفلول. لكن جلالة الملك يتطلع إلى انتخابات حاسمة وانتخابات حكومة قادمة اللي يكون شنو هو الشعار ديالها. هو جلالة الملك عطاكم رسالة، وها شنو باغيين حنا كمغاربة، وهذه رسالة ليك أبو صبع والمواطن المغربي، باش ما تبيعش الصوت ديالك ب 200 درهم وتجي تبكي في الاخر، ولا بقاو يخرجوك في المسيرات. فلسطين ظالمه ومظلومه، ما كيخرجوك على المصالح ديالهم، ما تجيش تتبع القطيع وتجي في التالي كتبكي. خاصك تنتخب حكومه الان اللي شنو هي العنوان ديالها والشعار المرحله القادمه، هو كيعطيه لك جلاله الملك. شعارنا، يعني شعارها كذلك اللي خاصو يكون شعارنا في هذه المرحله تحصين المكاسب. يعني هذه المكاسب اللي عندنا ما نقيسوهاش، ما نضروش بها، ما ندمروهاش، ما يجيش شي واحد باغي ينتقدنا ولا يضربنا شي. تحصيل المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. يعني اللي يجي يركب في السفينة معنا وفي السفينة ديال التنمية والقطار TGV مرحبا. اللي عايش يدير لنا الابتزاز ولا يستعمل القطيع اللي تابعو للمتأسلمين او للعلمانيين او لليساريين او لا ويتبع لنا القطيع ودير لنا شي خزعبلات ويتبع لنا تيارات خارجية وشي امور ما عندنا ما نديرو به. الوطن المغرب اولا وبعده الطوفان. الشعار ديالنا في هذه المرحله خاص يكون تحصيل المكاسب اللي كاينه والمواكبه المشاريع والاصلاحات الكبرى. شكون واضح؟ وهنا واحد النقطه عطوني الاخوان البارطاج اللي يجيكم بخير، لان قربنا ندخلوا للمعقول. عاد نبداو اللايف راه مازال ما بداش، هادشي راه غير امور كبيره. عاد ندخلوا الصح، لان كاينه واحد النقطه ما تطرقش ليها جلاله الملك وهي مقصوده ومتعمده، وحتى دول العالم لاحظت هذا الشيء. هذا الخطاب الملكي لم يتطرق إلى نقطة مهمة، خليها تلتلي كمفاجأة. وانبثاق، وإننا نتطلع بعد الانتخابات. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير باعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. هنا جلالة الملك يشيد دائما بالقوات المسلحة الملكية والرجالات والشهداء الواجب الوطني، وكذلك القوات المسلحة والدرك والإدارة والتراب الوطني والقطاع، جميع القطاعات. نعم، ناخذ واحد السفل، ناخذ وقتنا، راه الإخوان زي حاضرين. وجميع القطاعات لرجالة الدولة
ونغتنم هذه المناسبة ديال الاحتفال بعيد العرش لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا كل المكونات. جلالة الملك يعتز بالمكونات ديال الشرطة وديال القوات المسلحة والدرك للتفاني في الخدمة والدفاع عن الوطن، وكما يقدرهم جلالة الملك ويحترمهم جلالة الملك وهو رئيسهم جلالة الملك القائد العام للقوات المسلحة، وجب علينا كذلك نحن كجميع المغاربة أن نحترم وأن نفتخر وأن نرفع القبعة وأن نصطف وأن نكاتف الجهود ديالنا مع إطارات الدولة ومع جنود الخفاء اللي مرميين في الحدود ومع جميع المكاتب ومع جميع الأجهزة التابعة للدولة وليس الضرب في الدولة. انت راك جالس في بلادك وواحد راه مليوح في دول الساحل ما عارفش راسو واش يرجع ولا ما يرجعش من اجل الواجب الوطني بالزي المدني، وواحد راه مليوح عم الله في من بلاد مليوح وكيصيفط التقارير، وواحد راه ما كيديش النعاس 3 ايام ما كتروح عند مراته وعيالاته وعند العائله ديالو والاسره ديالو في تفاني الدفاع عن الخدمه الوطنيه. شكون واضحين في جميع المجالات والقطاعات. كما نستحضر بكل خشوع الارواح الطاهره لشهداء المغرب الابرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.